معانا الأستاذ والناشط الإفتي هاني الجزيري، رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي لمنظمة أقباط من أجل مصر. أستاذ هاني، في مؤتمر المهجر اللي يمكن حضور كبير قوي ومن على رأسهم دكتور منير فخري عبد النور، الوجود العالي المستوى ورفيع المستوى للمؤتمر دوت، شايف ان هو هيؤتي بنتائج لصالح الأقباط؟ هو كنا ان احنا عقدنا المؤتمر ده حاجه جميله جدا، وكنا ان احنا اتفقنا ان احنا نتقابل ونتناقش، ده حاجه اجمل. ولكن انا شايف ان الكلمات فيها مجاملات بعض الشيء. ما كنتش متصور ان الكلام هيبقى بهذا الشكل. احنا في مأساة، عندنا مشاكل. اعتقد ان احنا كان المفروض يكون الكلام اقوى من كده بكتير، خاصة ان اقباط المهجر احنا كنا مستنيين منهم كلام اقوى من كده. انا شايف ان الوحيدة اللي اتكلمت بشفافية فاطمة نعود، الوحيد اللي اتكلم بقوه بعض الشيء الدكتور سعد الدين ابراهيم. ولكن كنت متوقع كلام اكتر من كده من المهندس كميل حليم. كنت متوقع يعني الدكتور عصام عبد الله طبعا بيدير الجلسه، وانا عارف ان كلامه قوي وحلو، ولكنه لم يتحدث. كنت اتمنى يكون، انما النتائج طبعا في مؤتمر عقد وفي توصيات هتطلع وهتؤخذ بعين الاعتبار، وما اعتقدش ان اي حاجه هتحصل دلوقتي، خصوصا الشباب مسبيرو ما زالوا واقفين في الشارع. ما اعتقدش ان في اي حاجه دلوقتي ممكن يتخطوها. تمام. طيب، هل حضرتك شايف لو تم دعوه الاشخاص المحترمين في هذا الملتقى العالي ورفيع المستوى زي ما احنا قلنا، لو حضورهم كان في مسبيرو، مش ده كان هيبقى ليه فعاليه اكتر؟ طبعا هو اعتقد كلهم جم، يعني مدحت كلاده راح، والدكتور عواد شفيق راح، كلهم تقريبا راحوا، وكميل حليم جه مره، طبعا ايهاب رمزي ومايكل منير موجود. اعتقد ان كله بيروح هناك، ولكن تواجدهم المستمر بيقوينا. اشخاص على اصابع اليد الواحده في حين الحضور يزيد عن 100 شخص. انا بتكلم على الاخوات المهجر، ولكن طبعا وجود منير فخري عبد النور مره نزل معانا في طريق ساعه يوم حادثه فلسطين، يوم 7 يناير يوم العيد، نزل معانا في وقفه احتجاجيه في طريق ساعه. طبعا لو جه حاجه قويه جدا. هاني عزيز ما اعتقدش ان هو نزل التحرير، ما جاش مسبيرو ابدا. مين تاني؟ يعني لو بصينا كده في كل الناس اللي موجوده، لا في ناس بس ما بيجوش بجماعات. ممثل ازهر، يمكن مش عايز اذكر اشخاص باسمائهم، لكن اين اخواتنا في الوطن من اعتصام مسبيرو؟ لا بيجوا، بس بص احنا برضو لازم نقدر ان في ناس بيبقى عليها وظيفتها بتقيد حركتها، ولكن في ناس كتير وفي شيوخ كتير جم معانا، وانا حاسس انه في الوقت الحالي ان في مسلمين كتير حاسين بينا وحاسين بالوضع اللي احنا فيه. الوسطيه بتبان والتشدد بيبان في نفس الوقت. طيب استاذ هاني الجزيري، لما بنذكر اسمك بنذكر حقوق الانسان. أيوة. اين حقوق الاقباط من كل الاحداث الطائفيه الماضيه؟ مفيش حقوق للاقباط، واحنا انا شايف ان حكومه عصام شرف ما زالت مصر على ان حكومه عصام شرف لن تستطيع ان تحل المشكله، وانا بطالب باقاله عصام شرف في كل مكان بتكلم فيه. عصام شرف اول حكومه اللي جت بعد الثوره غير حكومه احمد شفيق. الحكومه اللي جت بعد الثوره اعتقد انها حصل فيها هدم كنيسه ودي عمرها ما حصلت، حصل فيها هدم اضرحه ودي عمرها ما حصلت. التعالي والتعدي على حقوق الاقباط واضح جدا، والسلطه مستسلمه تماما، يعني بتستنى لما تهد الكنيسه وبعد كده تصلحها لنا. ما بتحاولش تحافظ على الكنيسه، يعني سواء في كنيسه امبابه سواء في كنيسه مريمينا. اعتقد ان الوضع غير سليم. وكنيسه العذراء اعتقد ان الوضع، وانا متوقع حدوث حوادث اخرى. تمام. طيب، سؤال اخير لاستاذ هاني الجزيري، وجود الاقباط في مسبيرو، انت شايف مين اللي يقدر يدعم وجودهم ومين اللي يقدر يهد وجودهم من الاقباط ايضا؟ اللي بيدعم وجودهم الشباب ووقوفهم على الارض، واللي بيهد اللي بيقول لك سقف لعصام شرف. تمام. ما يصحش ان حد يطلع يقول سقف عصام شرف مدان.
وانت مش شايف ان الكنيسه ممكن يكون ليها دور في المسانده او الهدم؟ احنا بقى مش عايزين بقى الكنيسه بقى ندخلها في احراج. احنا دلوقتي شباب واقفين وسياسيين واقفين معاكم، واخد بالك ازاي؟ نقف لغايه ما ناخد حقنا. الكنيسه عليها حدود وبتتكلم في احبوا اعدائكم. احنا بنحب كل الناس ولكن عايزين حقنا يجي كمواطنين، وليس ككنيسه، كمواطنين مصريين. احنا نقف ونتكلم، بس ما يطلعش واحد على المسرح ويقول لك سقفوا لفلان وسقفوا لعلان. طيب احنا في النهايه بنشكر استاذ هاني الجزيري اللي ادي له لقب ان هو من ضمن المعتصمين امام مسبيرو، وده يعتبر شرف لينا والشخص وكل الآباط في مصر ان هم بيحاولوا يحافظوا على كرامتهم وحقوقهم في دوله بتسرق مننا. شكرا لكم.